ازيكم يا حلوين؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض بقلاوة او جلاش حلو. هنعمله مع بعض كده بطريقة سهلة وسريعة ومش هتاخد مننا وقت خالص، وكمان هنقدمه بطريقة شيك كده وحلوة. بس يا ريت اللي ما اشتركش في القناة ينزل يشترك ويفعل الجرس، وكمان لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير. اول حاجه هنحضر مع بعض الشربات او الشيره او السيرب. طبعا شربات الجلاش بيكون تقيل وبارد، بس انا مش عايزاه يكون تقيل قوي، فهستخدم كوبايتين من السكر ومعاهم كوبايه ونص من الميه. زي ما قلت لكم ان الجلاش يعني مش بياخد شربات تقيل قوي زي الحلويات اللي بتتقلي في الزيت. طبعا حطيت كوبايتين السكر وحطيت عليهم كوبايه ونص من الميه بالراحه خالص، ورفعتهم على النار، واول ما يغلي هعمل عصره نص ليمونه. نيجي بقى للحشوات اللي هستخدمها. انا معايا حشوه سوداني وحشوه عين جمل. اول حاجه طبعا في الكبه نزلت السوداني وهضربه في الكبه. طبعا انا هعمل ضربات كده متقطعه في الكبه، يعني مش هفرمه فرم ناعم قوي عشان ما يبقاش بودره، لا انا بحب ان المكسرات اللي احطها في الحلويات يكون طعمها واضح، فانا هخليه مجروش كده شويه او خشن شويه عشان تحسوا بطعمه وانتوا بتاكلوه. طبعا السوداني ده مش مملح ومش محمص، ده مخصوص للحلويات بس عشان الناس اللي كانت بتسالني، عشان الحلويات تطلع طعمها حلو. بعد كده حطيت عين الجمل برضو في الكبة، وبرضو هضربها ضربات متقطعة كده بحيث ان هي تكون يعني مفرومة فرم خشن شوية. طبعا الحشوات دي انت تقدري تتحكمي فيها زي ما يعجبك، ممكن تحشيها بالفستق، ممكن تحطي زبيب، ممكن جوز هند، بس الزبيب مشكلته ان هو بيتحرق شوية في الفرن، فممكن يعني تستبدلوه بأي مكسرات ناشفة. ممكن كمان تعملوها سادة ما تحطوش أي حشوات، يعني إيه اللي يعجبكم، بس السوداني وعين الجمل بيكون حلو جدا مع الجلاش. أول حشوة أنا حطيتها هي العين الجمل، وحطيت معاها رشة قرفة، وعايزة أقول لكم إن هي بتكون حلوة جدا، ومعاها معلقتين من جوز الهند، وقلبتهم مع بعض كويس قوي وركنتهم على جنب. تاني حشوة وهي السوداني، حطيت معاه معلقتين من جوز الهند وقلبتهم مع بعض وركنتهم. وطبعا لو حابه تحطي سكر مفيش مشكله، حطي سكر، بس السكر مشكلته ان هو مع السخونيه بيتكرمل وبيخلي المكسرات تنشف شويه. تمام كده. طيب انا معايا بقى لفه من الجلاش مغطياها بفوطه كده زي ما انتم شايفين، مغلفاها كويس قوي بالفوطه من كل الجوانب عشان ما تنشفش، ومعايا كوبايه من السمنه السايحه. اول حاجه هاخد ورقه من الجلاش وهدهنها كويس بالسمنه، يعني دهنه خفيفه كده مش دهنه تقيله، وهتني ورقه الجلاش على التلت. تمام كده. وبعد كده حطيت الحشوه وفردتها كده، ما تخلوش الحشوه مركزه في مكان واحد عشان كل طبقات الجلاش تكون معاكم فيها طعم المكسرات. وبعد كده بعد ما لفيتها رول، شلتها ونقلتها في الصينيه اللي انا هسوي فيها، وطبعا انا مغطيه الصينيه ومغطيه بقيه لفه الجلاش. اهو هعمل ورقه تانية معاكم، دهنتها كويس بالسمنه، وبعد كده تنيتها على التلت عشان لما نحط الحشوه ما تتقطعش، وبعد كده فردت الحشوه كويس قوي، وبعد كده برمت كده بالراحه من النص الاول، وبعد كده تتحكمي فيها وتشدي عشان ما يبقاش فيه اي فراغات هواء، وتلفي من الاطراف، وبعد كده تنقليها على الصينيه، وهكذا لغايه ما تخلصي كل كميه الجلاش. زي ما شفتوا اهو انا رصيتها كلها كده جنب بعض، وبعد كده عملت مسحه سمنه على كل صوابع الجلاش. طبعا السمنه مهم قوي ان انت تدهني في الفواصل او بين كل واحده وواحده كده، تحطي سمنه كويس عشان تستوي معاكي كويس، وخلي بالكم ان الجلاش لو ما خدش سمنه كفايه مش هيطلع معاكم مظبوط خالص. وبعد كده خدت الصينيه دي دخلتها على الفريزر لمده 10 دقايق، وهقول لكم ليه دلوقتي.
طيب أنا اتبقى معايا حوالي 5 ورقات كده من الجلاش، ما كانش ليهم مكان في الصينية يعني، فقُلت إن أنا هاعملهم على شكل تاني. أنا جِبت أعوادي شيش طاووق عارفينها طبعًا اللي هي الخشب دي، جِبت 3 ولفيتهم في stretch wrap كده وعملت شكل عصاية كده أو أي شاليمو عندِك ينفع أو أي حاجة طويلة كده تقدري تبرمي بيها الجلاش. وبعد كده جبت ورق الجلاش المتبقي، طبعا دهنته كويس بالسمنه، وبعد كده قسمته نصين او طبقته كده نصين زي ما انتم شايفين، وبعد كده قطعته من النص كده بالسكينه نصين تاني، يعني بقى معايا الربع. وبعد كده برمته بالعصايه اللي انا عملتها دي كده زي ما انتم شايفين، برمته كده بالراحه، وبعد كده كشكشت كده الجلاج او ضغطته كده بايديا وشديت العصايه دي وقفلته على شكل اسوره. وهو ده شكل البقلاوه او الجلاش اللي بيكون على شكل اساور. طبعا ده ما بيتحشيش مكسرات، هو بيكون ساده كده وبتحطي له المكسرات بعد ما بيستوي. اهو بصوا برمت وكشكشت الورق الجلاش وبعد كده قفلته كده على شكل الاسوره، وبسندهم كده جنب بعض عشان ما يتفتحش مني. طبعا الصينيه برضو مدهونه سمنه، وبرصهم كده جنب بعض، وكل واحده برصها طبعا برجع اغطي تاني بالفوطه. طبعا احنا ممكن نستخدم سمنه او زبده، ممكن تستخدمي سمنه على زيت، بس ما ينفعش زيت لوحده، لازم سمنه مع زيت. يعني لو هتحطي مثلا 3/4 كوبايه سمنه يبقى الربع التاني زيت. الزيت برضو بيدي قرمشه شويه للجلاش وبيكون برضو طعمه كويس. اهو بصوا بعد ما تنيتها لنصين قطعتها كده بالسكينه لربعين، وبعد كده برمت بالعصايه اللي انا عملتها وكشكشت كده الجلاش بايديا التانية، وبكل سهوله سحبت العصايه ادتني الشكل اللي انتوا شايفينه ده. اهو بصوا شكلها حلو ازاي. انا وريتكم الفكره، وانتوا بقى تقدروا تعملوا الشكل ده بلفه الجلاش كلها او اي كميه. عايزه اقول لكم ان هي بترمي كميه كبيره جدا ما شاء الله يعني. طيب نيجي بقى لسر مهم جدا، وهو ان انا دخلت لفه الجلاش او دخلت صينيه الجلاش بعد ما عملتها الفريزر. ليه؟ عشان لما نيجي نقطعها طبعا الجلاش لو ما دخلتوش الفريزر بيكون لسه طري وعليه السمنه كده، بيكون الورق بتاعه طري شويه، فلو حطيتي فيه سكينه بيتقطع منك وبيتبهدل، واحيانا المكسرات يعني بتطلع منه، او لو حشيه اي حشوه بتتبهدل منك. فلما بتحطيه في الفريزر بيمسك شويه، بيتشمع كده بس لمده 10 دقايق، تقدري تقطعيه كويس بسكينه، بسن سكينه حاميه كده، وتقطعيه بكل سهوله. وبعد كده طبعا دخلته الفرن على يعني فرن يكون ساخن قبل كده لمدة 10 دقايق مثلا على درجة حرارة 200. وأول ما ياخد اللون الذهبي الحلو ده طلعته وسقيته بالشربات البارد. طبعا مهم جدا ان يكون الجلاش سخن والشربات بارد. بصوا بقى شكله حلو ازاي. يعني عايزه اقول لكم ان كله قد بعضه، الحشوه ما خرجتش بره ولا اي حاجه، كله شكله منتظم كده وشكله كيوت وعسول، وكان طعمه في منتهى الجمال. بعد كده بقى تقدري تزينيه باي مكسرات انت يعني عندك، او هو اصلا مش محتاج تزيين، خلاص هو كده طعمه حلو جدا. بصوا شكله شيك ازاي. عايزه اقول لكم ان هو بيتباع في محلات الحلواني غالي جدا، فبلاش نشتريه من بره واعمليه في البيت بطريقه مضمونه ونظيفه. وكمان السمنه اللي مستخدماها طبعا هتكون جودتها كويسه، فهيكون معاكم حلو جدا. بصوا ده شكل الاساور اللي احنا عملناه ببقيه لفه الجلاش، شكله كيوت كده وعسول، وطعمه كمان مختلف. يا رب تكون وصفاتي كلها بتعجبكم. هستنى رأيكم في التعليقات، تقولوا لي ايه الاخبار، جربتوا اي حاجة من الوصفات اللي بنعملها مع بعض ولا لأ. واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. باي باي.